تخيلوا معايا شي واحد غرق في ظلام ما عندوش نهايه، ظلام ديال قاع البحر وسط الكرش ديال الحوت عملاق، فين حتى شي حد ما يقدر يسمعك من غير الله سبحانه وتعالى. هاد الشيء راه ماشي شي فيلم ديال الخيال، هذه قصه حقيقيه وعميقه بزاف ديال النبي يونس عليه السلام. في هاد الشرح غادي نعيشوا جميع التفاصيل ديال هاد الرحله العجيبه اللي كتهضر على الضعف الانساني، الامل والرحمه الالهيه اللي ما عندها حتى شي حدود. واخا اجي نتعمقوا في هذا الشيء مزيان. كيفاش نبي كريم اللي الله وصفه بالصلاح يقدر يوصل لهذه الاعماق اللي العقل ما يقدرش يتخيلها؟ باش نفهموا هذا الشيء على حقه وطريقه خاصنا ضروري نرجعوا شويه اللور لواحد السياق تاريخي مهم ونشوفوا كيفاش بدات القصه من الاول كاع. القسم الأول: نينوى مدينة في الظلام. نرجع بالزمن لمدينة نينوى العظيمة اللي كانت في قلب العراق القديم. هذه المدينة كانت عامرة ومزدهرة ومعروفة بالثروة الكبيرة ديالها والقوة والأنهار اللي دايزة منها، ولكن وخا هذا الغنى كامل نينوى كانت كتعيش في واحد الفقر والظلام الروحي اللي كبير بزاف. واخا كانوا عايشين في النعيم المادي والتطور، الناس ديال نينوى اللي كانت كتعتبر ديك الساعه من اكبر واعظم مدن العالم كانوا غارقين في واحد الظلام خايب ديال عباده الاصنام. كانوا كيتفاخروا بزاف بالفلوس والجاه ديالهم وكيضحكوا ويستعزوا باي واحد كيحاول يوريهم طريق الحق. القلوب ديالهم كانت مسدوده في مره والاذان ديالهم صماء ما بغاتش تسمع الحقيقه نهائيا. القسم الثاني: غضب يونس ومغادرته. وسط هذا القوم الله سبحانه وتعالى صيفط للنبي يونس عليه السلام. بقى يونس سنين وسنين وهو كيدعيهم للتوحيد في الأسواق والمجالس، ولكن والو، بدون حتى شي نتيجة. يونس كان كيتألم بزاف وقلبه كيتقطع بالحزن، خصوصا فاش كان كيشوف حتى الدراري الصغار كيتعلموا الطقوس ديال الوثنية. اليأس بدا كيتسرب للقلب ديالو نهار مورا نهار. فواحد اللحظة ديال الغضب الشديد والقهر على هذا الوضع، يونس عليه السلام حضر القوم ديالو بواحد الإنذار قاصح ومخيف. العذاب غادي ينزل عليهم من دابا 3 أيام إلا ما رجعوش لله. والسر في هادشي كامل هو أنه زاد في حاله وخلاهم ورا ظهره بلا ما يتسنى الوحي أو الإذن ديال الله سبحانه وتعالى باش يخرج، وهذه نقطة مهمة بزاف. القسم الثالث: العاصفة وقرعة السفينة. يونس خرج هاز همه ومشى لواحد الميناء، ركب في واحد السفينة تجارية باش يبعد على داك القوم. في البداية البحر كان هادي والجو زوين، ولكن فجأة وبدون سابق إنذار كل شيء تغلب. عاصفة خطيرة ضربت السفينة والأمواج ولت طالعة بحال الجبال وبدت كتهدد السفينة بالغرق في ديك اللحظة. أجي نشوفوا كيفاش هادشي غادي يتطور. الركاب وهم مخلوعين بداو كيرميو الحوايج ديالهم في البحر باش يخففوا الثقل، ولكن الريح غير كيزيد. داكشي علاش قرروا يديروا قرعه باش يرميو شي واحد من الركاب باش ينقذوا السفينه والناس اللي بقاو. وهنا كانت الصدمه. القرعه طاحت في يونس، عاودوها المره الثانيه طاحت فيه عاوتاني، زادوا عاودوها المره الثالثه ونفس النتيجه. يونس في هذه اللحظات يقن باللي هذا ابتلاء وامتحان من الله حيت خرج بلا اذن. القسم الرابع: معجزة في بطن الحوت. وهادشي كيرجعنا للبداية المشوقة اللي هضرنا عليها في التصدير ديال هاد الشرح. يونس سلم أمره لله تماما ولاح راسه في داك البحر الهايج والمظلم، وفي ديك اللحظة الخاطفة بان واحد الحوت ضخم مأمور مباشرة من السماء وابتلع يونس دفعة واحدة. دابا الحاجه اللي بصراحه مثيره للاهتمام هنا هي ان هذا الحوت ما كسر ليونس حتى شي عظم وما جرح ليه حتى شي لحم. الحوت كان في الحقيقه بحال شي ملجأ مظلم ليونس، وهذا الشيء كيعلمنا باللي بعض المرات العزله والظلام التام كيكونوا ضروريين باش الانسان يفيق روحيا ويجلس مع راسه ويعرف الخطأ اللي دارو من اللي غضب وتسرع وما صبرش. ظلام، سكون وتأمل عميق. إذن النقطة الأساسية هي هذا الدعاء العظيم والاعتراف اللي خرج من أعماق قلب يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمات القوية اخترقوا 3 ديال الظلمات: ظلام الليل، ظلام البحر، وظلام بطن الحوت. هذه الكلمات هزوا السماوات وتحول ذاك الظلام لواحد المحراب ديال التسبيح اللي كان هو سبب النجاة. القسم الخامس: التوبة الجماعية لمدينة نينوى. فنفس الوقت اللي يونس كان كيسبح في بطن الحوت، اجي نرجعوا لنينوى ونشوفوا شون وقع تما. الناس ديال المدينة بدأوا كيعيشوا الرعب الحقيقي والخوف ديال بصح بسبب داك الإنذار ديال 3 أيام اللي خلاه ليهم يونس قبل ما يمشي. فاليوم الثالث السماك حالت وتغطات بغيوم كحلة والحيوانات تخلعت والطيور هربات. الناس عرفوا باللي العذاب جاي بصح وما فيهش اللعب. في واحد المشهد تاريخي ما عمره كان خرجوا كاملين، رجال، عيالات، شيوخ وحتى الأطفال الصغار لابسين حوايج مقطعة كدليل على الانكسار وكيبكيو بحرقة في واحد الأرض جرداء كيتوصلوا لله باش يغفر لهم.
القسم السادس: العودة والرحمة الإلهية. هاد التوبة الصادقة غيرت كل شيء ورفعت عليهم العذاب. ومن جهة أخرى الله سبحانه وتعالى أمر الحوت باش يلوح يونس في واحد الشاطئ خاوي. يونس كان عيان بزاف والجسد ديالو هزيل، ولكن الرحمة الإلهية بانت عاوتاني من اللي الله نبت ليه شجرة ديال اليقطين باش تضلل عليه بالأوراق ديالها الكبيرة وتعاونو يسترجع العافية ديالو. وهذا الشيء كيوضح لنا مزيان الحجم الكبير ديال رحمة الله والمغفرة ديالو. ملي يونس تشافى ورجع لمدينة نينوى لقى أكثر من 100,000 واحد كيتسناوه وكلهم مؤمنين خاشعين ودموع الفرح والتوبة في العنينين ديالهم. المنظر كان قمة في التأثير وكيوري بصح القوة ديال الإيمان. وهذا الشيء كيخلي هذا السؤال يطرح راسه بقوة: واش كاين شي ظلام غارق بزاف سواء كان حزن، ندم ولا يأس لدرجة أنه يمنع توبة صادقة من القلب باش توصل للنور؟ هذه القصة راه ماشي غير الأحداث دازت، هذه رسالة كتعلمنا بلي رحمة الله واسعة وبلي التسبيح والتوبة هما الساروت باش نخرجوا من أي ضيق. شكرا حيت تبعتوا معنا هذا الشرح، واللي كنتمنى يكون وضح مزيان هذه القصة العظيمة وخلى فينا رغبة في البحث والتأمل.